السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل فطاير بالجبنة، ممكن تحشيها اي حاجة تانية انتي حباها. طريقتها سهلة جدا ومقاديرها بسيطة، ما فيهاش اي مكونات كتيرة خالص، مكوناتها كلها موجودة في البيت ومقاديرها مش كتيرة. هتنفع بقى في اللانش بوكس وتنفع للفطار الصبح مع الشاي، بتكون حلوة جدا، بتطلع كمية حلوة قوي. انا عاملة تقريبا 3 كوبايات دقيق، طلعوا معايا 14 واحدة وحجمها كبير، هشة قوي وطرية وريحة الخبز في البيت بتبقى تحفة. انا من الناس اللي بتحب جدا تعمل معجنات في البيت، خصوصا في وقت المدارس وفي الشتاء. تعالوا بقى مع بعض نشوف عملناها ازاي، وهسيب لكم المقادير مكتوبة في صندوق الوصف تحت الفيديو. جبت 3 كوبايات من الدقيق زي ما قلت لكم، حطيت عليهم رشة من الملح حوالي ربع معلقة صغيرة. عندي هنا معلقة كبيرة من السكر ومعلقة كبيرة من الخميرة الفورية. حطيت معاهم معلقة صغيرة من البيكنج باودر او الكيك شيف اللي موجود، يعني الاتنين نفس النتيجة. وحطيت عليهم حوالي معلقة كبيرة من الخل، ربع كوباية من الزيت. وهعجن المكونات دي بمية دافية. شفتوا قد ايه المقادير بسيطة تعتبر اقتصادية، شوية مية مع شوية دقيق، حاجات كلها موجودة في البيت. عملنا فطاير حلوة قوي وبكمية حلوة. العجينة دي كمان تنفع معاكي لأي نوع معجنات تاني، يعني ممكن تعملي بيها بيتزا، ممكن تعملي بيها عيش فينو. المية الدافية بنزلها شوية بشوية مش مرة واحدة لحد ما العجينة تلم. ممكن تستخدمي بدل المية لبن، بس انا حبيت الوصفة تكون اقتصادية ومفيهاش مكونات كتير. هنا بقى العجينة بدأت تتكون، شلت المعلقة وبدأت أعجن بإيدي. أول ما بدأت أعجن فيها كانت بتلزق حاجة بسيطة. ما تزوديش دقيق ولا زيت، افضلي اعجني فيها شوية كويسين، هتلاقي العجينة اتظبطت معاكي والتلزيقة دي راحت منها. بصوا شايفين شكلها دلوقتي عامل ازاي؟ بصوا بعد ما عجنت فيها شوية بدأت تقل التلزيقة دي، وبعد كده عجنت فيها أكتر لحد ما العجينة بقت كويسة جدا، يعني تقريبا عجنتها حوالي 5 دقايق أو 6 دقايق. ده كده بقى شكلها. العجينة طرية جدا وما بتلزقش، والسطح بتاعها ناعم. هحطها بقى دلوقتي في البولة، كنت حاطة فيها كده معلقة زيت. مسحت العجينة من فوق ومن تحت عشان ما تلزقش في البولة، وغطيتها وسبتها تخمر في مكان دافي، يعني هتقعد معاكي مثلا ساعة ممكن اقل على حسب حرارة الجو. بعد كده رجعت لها تاني، بصوا شايفين خمرت قد ايه. هنزلها بقى عندي على المفرش عشان ابدأ ان انا اقسمها. قسمتها 14 قطعة. بعد كده اخدت كل قطعة من اللي انا عملتها دي عملتها كورة، واحاول ان انا اظبط مقاسهم كده على قد ما اقدر، يعني لو حسيت واحدة كبيرة شوية بقلل منها حتة والعكس، يعني بالشكل كده احاول ان انا اخليهم قد بعض. دلوقتي هشكلها، ببدأ من اول كورة انا عملتها علشان تكون ارتاحت. بفردها كده شكل بيضاوي. بعد كده بحط الحشوة بقى اللي انتي حباها. انا مستخدمة جبنة بيضة عادية، ممكن تحطي جبنة موتزاريلا، لحمة مفرومة، حشوة فراخ، ممكن تحطي شوكولاتة، الحاجة اللي انتي بتحبيها. ممكن تحطي يعني جبنة شيدر، انواع كتيرة من الجبنة ممكن تستخدميها. بعد ما حطيت الجبنة كده ببدأ ان انا اقفل عليها كويس. بظبط كده شكلها، لو في حتة اتخن من حتة حاول ان انا اسويها. بعد كده بلفها من الجنب ده ومن الجنب ده عكس بعض،
وبقفلها من الاخر على بعض، واحاول ان انا اضغط عليها كويس عشان ما تفتحش تاني في الفرن. نعمل واحدة تانية. بفرد العجينة كده بالشكل ده على شكل بيضاوي. بعد كده بحط الحشوة. بقفل عليها كويس. بلفها من الجنبين كده عكس بعض، واقفلها على بعض من الاخر. طريقة تشكيلها بسيطة قوي وبيكون شكلها حلو. بعد كده حطيتهم في صينية مدهونة كويس بالزيت عشان ما تلزقش، وغطيتهم بفوطة مطبخ وسبتهم في مكان دافي يخمروا للمرة التانية بعد التشكيل، تقريبا حوالي نص ساعة. بعد كده جبت صفار بيضة، حطيت عليه رشة من الفانيليا، وحطيت نص معلقة صغيرة من النسكافيه، ضربتهم كده شوية مع بعض. وبعد كده حطيت عليهم حوالي معلقة كمان من اللبن علشان النسكافيه يدوب كويس، وكمان صفار البيض يفك، يعني معلقة بس مش اكتر. دهنت بيها الوش بالشكل ده، وكنت مسخنة الفرن على درجة حرارة 180 علشان ادخل الفطاير بتاعتي على فرن سخن في الرف اللي في النص. بتاخد تقريبا من تلت ساعة لنص ساعة، مش اكتر من كده، تكون اخدت لون حلو لوحدها، محتاجتش ان انا اشغلها الشواية، علشان البيض مع النسكافيه اللي احنا حاطينه ده بيدي لون حلو جدا للمعجنات. بعد كده حطيت رشة بسيطة جدا من السمسم. لو ما بتحبيش تدهني الوش بيض ممكن تدهني الوش لبن بس، لكن مش هيديكي نفس اللون. ريحتها وهي في الفرن كانت حلوة جدا، وخرجت كده معايا بالشكل ده، هشة ولذيذة وطعمها حلو قوي، ومكوناتها زي ما شفتوا بسيطة جدا وسهلة. ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم، واستنوني الفيديو اللي جاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.